بما في القلب في سائر الأعمال غير هذين، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مشروع، وأنه بدعة محدثة يجب ردها وحربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم ينقل عنه قط أنه قال نويت أن أصلي الظهر أو نويت أن أصلي العصر، ولا نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقول بعض الفقهاء إن التلفظ في الأعمال يطلب تعمق وغلو، زاد بعضهم إلى غلو آخر فقالوا لا بد أن يتفق القلب مع اللفظ في وقت واحد، فأوقعوا أنفسهم والمسلمين في حرج. ألا ترون بعض المسلمين يصلون معنا فنكبر مع الإمام، وتجد أن بعضهم يرفع يديه ثم ينزلها، يرفع يديه ثم ينزلها، يرفع يديه ثم ينزلها، لأنه يريد أن يكون قوله الله أكبر متفقا مع أو قوله نويت أن أصلي الظهر متفقا مع ما في القلب، فلا بد أن يكون أوله مع أول ما في القلب. فإذا رفع يديه ما وافق نزل، يرفع ما وافق وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان. وبعضهم زاد حتى أصبحوا يقولون نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات. طيب معروف أن الظهر 4 ركعات خلف الإمام، أنت خلف من؟ وبعضهم زاد خلف فلان بن فلان، حتى بحثوا إذا أخطأ في الاسم هل تصح صلاته أو لا تصح. سبحان الله يا إخوة، من أبعد عن السنة وقع في الحرج، من أبعد عن السنة وقع في الحرج. لا راحة ولا طمأنينة ولا استقامة إلا بسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن التلفظ بالنية في غير الأمرين المذكورين بدعة محدثة، ولا يجوز للمسلم أن يفعلها. ولا يجوز لمسلم أن يقول مثلا يأتي يقول نعم والله يا شيخ كلامك صحيح لكن أنا شافعي، لكن أنا حنفي، لأن الذي يحكم به على الجميع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يرجع إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم.